فان بيرسي الى الملحق، لكن والخانك والريد ستاندرباد التواجد مع فان بيرسي امام اسبانيا. هذا كبير روبن فان بيرسي والحضور الاوروبي الوازن لواحد من عمالقه الكره الهولنديه. خطيره مرة تالية الزلزولي. أول لمسة للمغربي، أول كرة للزلزولي. مسؤول أوروبي بين الشامبيونز وبين الويفا، وهذه كرة خطيرة ما فيهاش تسلل. هل هناك تسلل يا لارين؟ ثاني تهديد هولندي، هذه الإعادة مرة أخرى. هل فيها تسلل أم لا؟ عموما بصرف النظر ويتصدر ما فيهاش تسلل، والتأكيد من خلال هذه الركنية الرأسية والدفاعية. تدخل إلى الدور القادم بينما أنتوني يعطي تمريرة ممتازة والخطورة فيها جول فيها جول. هل هو حاضر أم لا؟ هذه الإعادة مرة أخرى. شوف وقرارك في نهاية المطاف يقول فيها ماذا؟ يقول فان بيرسي على الصورة. تلعب الكرة للأمام، حاول هنا من شرب الأباب فيلا. أين هو لارين؟ هذا هو اللاعب بورجيس، يمشي لارين داخل المنطقة. في هذه اللحظات بالذات الريال بيتيس على ضوء النتائج المرسومة. أنطوني اللي سبق له نواجه فاينورد في الكلاسيكيات، لأن الكلاسيكو رقم 1. هنا شوف بيتيس شغله هنا على مستوى البريسينج، استرجع الكرة في مناطقهم، تسديدة جول. أي سحر يا أنطوني، أي جمال يا أنطوني، أي كرة قدمتها يا أنطوني. في انطلاقة من الحاج موسى، حاج موسى من اليمين، حاج موسى في مواجهة ناتان. حاج موسى ماذا سيفعل؟ يراوغ، ثم بعد ذلك المراوغة الثانية يرفع كرة والرأسية، ولكن أسامة بورجيس والتعادل. من أروع ما يكون يا روبي الزلزولي. مراوغة ممتازة. لارين ما زالت الحاج موسى سلم. بعد ذلك مباراة مفتوحة ومباراة أنا متأكد من مواقف يسجل أنطوني راوغ. أنطوني ماذا سيفعل؟ أنطوني الثاني جول. نعم، عاد الزلزولي مرة أخرى. المغربي الذي لا ييأس، المغربي الذي يسأر هنا في استاديو دي لا كارتوخا بعد إلغاء المراوغة. وصلت هناك على الجهة اليسرى خطيرة وناتان. ماذا فعل ناتان؟ لا زالت هولندية الآن يمكن دفاع نادي الريال بيتيس، حتى الزلزولي يرجع يساند هذه الإعادة مرة أخرى. العمل الكبير لقام الحج على اليمين كرايبيلد، على اليمين حاج موسى. الآن تحضير الكرة عن طريق لوتومبا. الحكم ماذا يقول؟ لأنه ارتكابه هذه الإعادة مرة أخرى. هذه الإعادة نعم فيها تسلل على لوتومبا من الأول، فيها تسلل على لوتومبا. التسلل كان واضح، الدائرة الأيمن. بالتالي مرة أخرى بفائدة فريق الريال بيتيس. على فكرة الريال وأن الأمر صعب. طبعا المفاجأة الكبيرة في يلعب الكرة للحاج موسى. رمية السليمة يحاول يمر على غوميز. حاج موسى لا زالت عنده الكرة 7 دقائق على بداية الجهة اليمنى. الحاج موسى استلم الكرة، حاج موسى يراوغ، الحاج موسى لا يمر. يأتي اليسرى، البينية ممتازة. لارين أحلام حاج موسى يطلب على اليمين. حاج موسى استلمها، يخرج له غوميز. حاج موسى يراوغ، حاج موسى يدخل يراوغ المراوغة الثانية. ليس لحيبي مجهود فردي، بينما الإعادة شوف هنا العودة. لا عادي ما فيهاش ضربة جزاء. ليس هناك ضربة جزاء. العودة كانت موفقة من الزولي من اليسار. رجعت الكرة تيرغالين، لعب هذه الضربة الحرة. حكم يعطي إشارة التنفيذ، هذه مرفوعة. الجرافيك طبعا وضع الأسماء والنتيجة. طبعا شفت الإشارة لبطاقة حمراء لفائدة نادي فاينورد الراسية. الفريق الهولندي
خطأ فادح من لوبيز، يتمكن على يد نادي فاينورد من تقليص الفارق في توقيت قد يعيد الفريق الهولندي إلى الواجهة. فعلا دينكشتات هو من يسجل، دينكشتات هو من يسجل هدف التعادل. كرة تصل حاج موسى، حاج موسى في صراع مع ناتان، موسى وناتان ردت ركنية الآن لفايد، مرفوعة الكرة في القائم الأول، بابو يخسرها حاج موسى، الكرة لا زالت لوانغ، مرفوعة لتمريرة، وانغ يدخل التحضير العرضية، روعة ممتازة، روعة ممتازة وانطلاقا من الحاج موسى هنا، موسى يراوغ، في خطأ وبطاقة صفراء، في خطأ.